السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكون هاي صافي اللي في السفينة صابر ومهدي من اللي في السفينة قحتي تاعها. في حادثة خطيرة هزت الرأي العام، تعرضت سفينة رئيسية تابعة لأسطول الصمود والتي تحمل اسم فاميلي إلى استهداف بطائرة مسيرة قبالة السواحل التونسية، وقد أدى الهجوم إلى اندلاع حريق على متن السفينة ما أثر حالة من القلق بين أفراد الطاقم والمنظمين. وأصدرت لجنة أسطول الصمود بيانا عاجلا دعت فيه إلى عدم التوجه نحو ميناء سيدي بوسعيد حفاظا على سلامة المشاركين وتفادي أي مخاطر إضافية. ويأتي هذا الاستهداف في ظل توترات متزايدة، إذ يواصل الأسطول رحلته التضامنية نحو غزة رغم التهديدات المتكررة. الحادثة أثارت إدانات واسعة، حيث اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة الدولية ويكشف عن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة أي تحرك داعم لفلسطين حتى في المياه الإقليمية لدول أخرى.